شلونكم؟ شكو ماكو؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام. نسبة كبيرة من المتابعين في عالم التكنولوجيا يبحث عن البديل. الآيفون 14 برو هل أكو بديل إله؟ لابتوب الأومن 15 شنو بديله الأرخص منه؟ وساعة أبل أكو أبسط منها وتشتغل على الأندرويد؟ مثل هيجي أسئلة دائما تكون في البحث عن البديل، وغالبا البحث عن البديل يكون جاي من سببين. السبب الأول والأهم هو لأنه البديل ممكن يكون أرخص، والسبب الثاني كأن يكون البحث عن البديل لأنه المنتج الأصلي ما يوالمني بالاستخدام، هو أصلي وتمام ورهيب بس يمكن ما يوالمني لأنه أنا مستخدم لفئة معينة. زين، لو نجي نشوف غالبية محبين التقنية واللي عندهم معرفة في التكنولوجيا يعترفون بأنه الآيفون هو أكثر جهاز يحافظ على أدائه لأطول فترة ممكنة. بس نرجع للسببين، يا أما بعض المستخدمين ما يقدرون يشترون الآيفون لغلاء سعره، أو لأنه ما يحبون تجربة نظام الاي او اس، متعودين على الأندرويد، فهنا يبدأ البحث عن البديل. هذا الفيديو أتمنى أنه يكون مساعد لكم في البحث عن البديل اللي ممكن تشتريه. نبدأ أول شي بالآيفون، وبشكل عام شنو الأسباب اللي تخليك تفكر بهذا الجهاز. من خلال تجربتي لأكثر من جهاز آيفون، أشوف المميز به هو تصوير الفيديو، سلاسة الاستخدام، منتج عالي الجودة، عمر افتراضي طويل مع تحديثات تستمر لفترة طويلة قياسا بالأندرويد. وأكيد أكو أسباب أخرى، بس خلينا نقول الآيفون ياخذ العلامة الكاملة بهذه التفاصيل. طبعا اللي يقول مستحيل أروح للأندرويد، أنا قافل على تجربة استخدام الآيفون، أكيد راح أقول له الخيارات عديدة في أجهزة أبل. الآيفون 14 برو مو شرط يكون الخيار الأمثل لك، ممكن الآيفون 11 يكون مناسب لك أكثر من كل النواحي، مو بس من ناحية السعر. بالنسبة لتصوير الفيديو وجودة المنتج، خلي ببالك الآيفون من ال 11 وفوق يقدم تجربة مميزة بهذا الخصوص. أما العمر الافتراضي ومسألة التحديثات، هاي كل ما تاخذ موديل أحدث كل ما أفضل، وهذا الشيء المفروض بديهي. بالنسبة لأداء الجهاز وأداء الكاميرات في التصوير الفوتوغرافي، أيضا كل ما يكون موديل أحدث كل ما أفضل. وحتى ما أدوخكم هواية بعالم الآيفون، أنا أشوف الآتي: بديل الآيفون 14 برو هو ال 13 برو حتى ولو كان جهاز مستخدم، لأنه ماكو فرق كبير بينهم، ووضحت هذا الشيء بفيديو سابقا على القناة. بديل الآيفون 13 وال 14 العادي هو الآيفون 12، اللي أكيد راح يكون أرخص منهم ومو ذاك الفرق عنهم بالمواصفات. أما الآيفون 11 فهو أقل نسخة آيفون تقدر تقول عنها حاليا أنها بديل ممتاز من ناحية السعر، ومن ناحية أنه آيفون يقدم تجربة ممتازة للمستخدم الاعتيادي. طبعا أنا ما أريد أفوت بتفاصيل هواية حتى لا يصير الفيديو ممل، بس هي هم تبقى على رغبات المستخدم. يعني إذا الإمكانية محدودة وأنت رافض فكرة أنه تستخدم جهاز بشاشة LCD، فالآيفون 11 برغم أنه سعره مناسب بس راح يكون مستبعد هنا، لأنه لازم تروح لل 12 وفوق على مود شاشات الأوليد، فهي تبقى حسب رغبة المستخدم في بعض المواصفات. نروح لعالم الأندرويد، أكو مستخدم يريد يحول من آيفون إلى أندرويد، وأكو مستخدم هو أساسا بعالم الأندرويد بس يريد بدائل شيء مختلف عن المعهود. نبدي بالأول، اللي يجي من الآيفون إلى الأندرويد لازم يخلي بباله أنه حتى يحصل سلاسة استخدام وجهاز يضاهي الآيفون في الأداء، فالأفضل له أنه ياخذ جهاز عليه معالج فلاج شيب، حتى ولو فلاج شيب العام الماضي. يعني مثلا سناب دراجون 8 جن 1 معالج يعتبر ممتاز بالأداء، صح شوية بمشاكل حرارة بس يبقى أدنى خيار للي جاي من تجربة الآيفون. أما اللي راح يروح للأجهزة المتوسطة من الأندرويد فهو صح راح يوفر فلوس، بس الأجهزة المتوسطة تنطي أداء مستقر لمدة سنتين أو أقل شوية، يعني راح تكون التضحية كبيرة قياسا بتجربة الآيفون اللي يقدم سنوات عديدة من الأداء المستقر. من ناحية تصوير الفيديو والكاميرات بشكل عام، فالأجهزة اللي توفر تجربة تصوير مقاربة للآيفون حاليا هي أجهزة سامسونج فئة ال S22 وفوق، وأجهزة البيكسل من جوجل. من ناحية الأداء، أكثر جهاز شفته سعره مناسب وأداءه قوي هو الريلمي جي تي 2 برو. زين، وإذا أنت بعالم الأندرويد أساسا وتريد بديل، هنا الموضوع شوية أعقد لأنه الخيارات هواية وبفئات سعرية أكثر. بس حتى أبسطها أكثر، خلي أقول لكم شيء: اللي يدور مواصفات قوية بسعر مناسب راح يلقى هذا الشيء بأجهزة شاومي وريلمي. شوية ريلمي أفضل من ناحية سلاسة الواجهة، بس أجهزة شاومي أسعارها أفضل، خصوصا للي يحب يلعب ألعاب على جهازه. شركة أوبو صح عندها واجهة الكولر أو اس تعتبر من الأفضل في عالم الأندرويد، وأجهزتهم على مستوى عالي من الجودة، ولكن دائما أسعارهم أغلى. هل أجهزة أوبو تسوى السعر اللي يندفع بيها؟ بالنسبة لي أشوف أجهزة الفلاج شيب منهم أو الفئة المتوسطة العليا ممكن تسوى، بس بالفئة الاقتصادية وشوية أعلى لا، هنا راح أقول أخذ ريلمي، هم أرخص وتقريبا نفس تجربة الواجهة.
واكو نقطة أحب أضيفها، وهي أنه أجهزة أوبو الفلاج شيب تنافس أجهزة سامسونج بالتصوير الفوتوغرافي، فإذا هذا الشيء يهمك فممكن يكون مبرر لغلاء أسعار أجهزة أوبو. بالنسبة لأجهزة سامسونج فنيجي على فئة الأي اللي هي أجهزة تقدم واجهة الوان يو آي المميزة والمدعومة بشكل مستمر من سامسونج، بالإضافة إلى أنه أفضل من يملك شاشات رهيبة فهم سامسونج مهما كانت فئة الموبايل. بس فئة الأي أسعارها قياسا بما تقدمه أشوفها في بعض الأحيان غالية. أما بالنسبة لأجهزة سامسونج من فئة الأس فأعتقد سمعة هذه الأجهزة سابقتها. شركة سامسونج برأيي هي بطلة أجهزة الأندرويد في الوقت الحالي لما نسولف عن أجهزة الفلاج شيب. الموضوع هنا مو بس علامة تجارية، سامسونج تتقن إنتاج الأجهزة رائدة وتنطي أفضل ما عندها دائما من دون بخل في التطور. أكيد في بعض الأحيان تكون الأسعار غالية، بس بما أنه شركة أبل عبرت حاجز $1000 في الأجهزة صار لها فترة، فشنو اللي ينقص الجالكسي ألترا حتى يكون سعره كذلك فوق $1000؟ طبعا أكو كلام أكثر عن أجهزة الأندرويد، بس لازم ننطي وقت أكثر لتقنيات أخرى، فراح نسولف بشكل مبسط عن اللابتوبات. حاسبات اللابتوب الويندوز اللي تجي بمعالجات الكور اي 7 وفوق تكون دائما هي الأفضل في أداء المهمات بشكل مثالي، ولكن على الأغلب هذه اللابتوبات تكون غالية ومو الكل يقدر يشتريها، فهنا أقدر أقول أنه بالإمكان الاعتماد على معالج الكور اي 5، ولكن حاولوا قدر الإمكان أنه تخلون الرام أقل شيء 8 جيجا بايت، ونصيحة أن تستثمرون بذواكر الاس اس دي والان في ام اي. وبالنسبة لمعالجات الاي ام دي رايزن فما أنصح بأقل من فئة رايزن 7 4000 سيريز وفوق، وضروري جدا أنه مع معالجات الرايزن يكون الرام 16 جيجا بايت وفوق. وطبعا لازم نسأل السؤال، هل لابتوبات الويندوز ممكن تكون بديل مثالي للماك بوك؟ من وجهة نظري نعم، أشوفها بديل مثالي وأرخص منها، بس ما أشوف أنه اللي متعود على الويندوز راح يكون الماك بوك بالنسبة له هو بديل جيد. أجهزة الماك بوك بالطبع رائعة من بعد اعتماد معالجات الام 1 من أبل، ولكن أشوف نظام الويندوز يقدم شمولية أكثر وخدمات أكثر مع سعر أفضل من أسعار الماك بوك. وحتى نعبر على الساعات الذكية أريد أنهي الكلام عن اللابتوبات بالآتي: هل اللابتوبات اللي تجي بمعالجات AMD تعتبر بديل مناسب لمعالجات الانتل؟ نعم، تعتبر بديل جيد وبسعر أنسب. هل الماك بوك اير ممكن يكون بديل للماك بوك برو؟ إذا كان استخدامه قوي مونتاج وتريد أداء قوي فلا، ما راح يكون بديل، لأنه التحميل على الجهاز يحتاج مروحة تشتت الحرارة، والماك بوك اير للأسف ما يجي بمروحة. ونروح هسه للساعات الذكية، ومن خلال تجاربي للساعات راح أقول الآتي: أفضل من يقدم ساعات ذكية هم أبل وسامسونج وهواوي. أبل بالمرتبة الأولى ولا بديل لها إذا كان موبايلك آيفون، أما إذا كان موبايلك أندرويد فأنت ما راح تقرب نهائيا للأبل واتش لأنه ما تشتغل إلا على الآيفون، فبالتالي عندك سامسونج وهواوي. سامسونج تقدم تجربة لمس أفضل بقليل، بس بطارية ساعة هواوي لا يعلى عليها. وتبقى الساعات التجارية الأخرى اللي أرخص منها تعتبر بديل جيد إذا كنت تدور شكل وأداء بسيط، أما كساعة ذكية تعتمد عليها فعلا فالأفضل الاعتماد على أهل الخبرة بهذا المجال، واللي هم أبل وسامسونج وهواوي حاليا. طبعا بالنهاية أريد أقول أنه إذا راح أغطي كل بديل لأي فئة أجهزة يمكن الفيديو راح ياخذ ساعة، بس حبيت أنه يكون فيديو بسيط وما بكثرة أجهزة. التابلتات ما حكينا عنها، أجهزة تقنية عديدة أخرى ما تطرقنا إلها، مثلا البي سي تجميعه، وهل تكون هي بديل لللابتوب أو العكس. هذه أمور يراد لها يعني فيديوهات أكثر يعني مخصصة لهذا الشيء، فإن شاء الله بالمستقبل نسوي مثل هيك فيديوهات متنوعة. وأتمنى أنه يعجبكم هذا الفيديو. إذا بعدكم مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة، وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المعرفات #9، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.